في نقطة أحب آخد رأي حضرتك فيها. كتير دايما بلاقي في الجوب ديسكريبشن بتاعت الديزاينر تلاقي مثلا مكتوب تيم، يعني بيبقى في الشركة تيم وورك مثلا. الجزئية دي دايما مهمة. طب ممكن يعني حضرتك شايف برضو الجزئية دي مهمة إزاي كديزاينر، فكرة التيم وورك دي؟ يعني أنا ممكن أقول مثلا أنا في حدود معرفتي فكرة إن الديزاين مش دايما واحد بس اللي بيخلصه، ده هو جزء بيسلم، جزء بيسلم الديزاين اللي بعديه لزميله وهكذا، فهي سيكونس يعني شغالة، كل واحد بيدي للجزء اللي بعديه. فأنت شايف الجزئية دي إزاي يا باشمهندس؟ الجزئية بتاعت التيم ورك دي تقريبا يعني بتأثر على الديزاين بتاعك بطريقة لا تتخيلها. ليه؟ دلوقتي أنا عملت ديزاين حلو. تمام. إحنا تيم مثلا مكون من أربعة، فأنا عملت ديزاين. فلما أنا عملت الديزاين بتاعي ده، أنا ده فكري. بس أنا لو قعدت مع إكس وواي وزد وخدت رأيهم، ده هيقول لي فكرة وده هيقول لي فكرة وده هيقول لي فكرة وده هيقول لي فكرة. فلما اقعد مع الناس دي واخد افكارهم هيحسنوا معايا ويبداوا يفكروا معايا ويقولوا لي طب ليه ما تعمل دي كده، ما تعمل دي كده. دي حاجه فريندلي كده بتحصل. ده غير اصلا ان انت الديزاين بتاعك لازم يريفيو عليك واحد واثنين وثلاثه واربعه. ليه؟ لان مم. احنا بشر، احنا بنغلط. لازم نتعامل مع ناس تانية ونريفيو. وانت كديزاينر شغال في بروجكت ما، هتلاقي نفسك مع ضمن التاسكس بتاعتك ان انت بتريفيو على ديزاين زميلك. وده طبيعي جدا، ده لازم يحصل اصلا. لازم مم. الديزاين كله بيريفيو. يعني انت اصلا لو جيت تشوف اي لوحه 2 دي، هيقول لك الديزاينر كذا، اللي عمل 2 دي دروينج كذا، اللي عمل تشيك كذا، اللي عمل ريفيو كذا. في ريفيو واحد وريفيو اثنين وريفيو ثلاثه. طب ليه؟ ما لازم الحاجات دي تريفيو، حد يريفيو الحاجات دي كلها ويبقى ناس مختلفه، علشان خاطر يبقوا مم. ضامنين ان الحاجه طلعت على اكمل وجه. ده غير اصلا ان في الديزاين ثينكينج بروسيس اللي انا كنت بكلمك فيها من شويه دي، في فيز فيها اللي هي ان انت بتبدا تطلع الكونسبت. الفيز دي اصلا معتمده على تيم وركينج. ازاي؟ معتمده ان انتوا بيبقوا تيم مكون من اتنين فاكثر، ان انتوا مثلا عاوزين تعملوا برين ستورمنج سيشن، عايزين تخشوا سيشن مع بعض كده، وتبداوا تشخبطوا، تبداوا تتكلموا كده ازاي نحل المشكله بتاعتنا. هل المشكله بتاعتنا دي اصلا تتحل بان احنا نعمل حاجه ميكانيكال، ولا ممكن تتحل بان انا اعمل موبايل اب مثلا؟ انت متخيل وصل الموضوع لحد فين؟ مم. دي ف ف حقيقة ف ف فالموضوع معتمد اعتماد كلي على التيم وركينج. انت بقى لو انت ميكانيكال ديزاينر شغال لوحدك، واللي انا هقوله لك ده هيحس بيه اي حد فريلانسر. اي ميكانيكال ديزاينر شغال لوحده، فهو عمل الديزاين اللي في دماغه وخلاص، هو ده اللي في دماغه. بس لما بيجي يعرضه على الكاستمر بتاعه، يلاقي الكاستمر بتاعه بيناقشوا فيه، يقول له طب ليه حصلت ما تعمل كذا كتير ولا ما جدا تعمل كذا دي. ولا كذا ولا كذا ولا كتير كذا. جدا 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 بتحصل بالظبط. القصة دي. كتير جدا يعني أنا طب هي ليه بتحصل؟ يعني. مم. هي إنك ليه شغال بتحصل؟ لوحدك، سألت أنت نفسك شغال هي ليه لوحدك، بتحصل؟ أنت أكيد فرد بالظبط. شغال انت لوحدك. انت أكيد في انت حاجات بتعدي عليك، أنت فاهم، انت عين، بشر. غير انها تعدي عليك، انت عين واحده. انت مم. عين واحده وفكر واحد اللي شاف الحاجه، لكن ما مم. خليتش تاني حد يشوفها. ممكن لما حد يشوفها يلفت نظرك لحاجه انت مش واخد بالك منها. اصل بص خلي بالك، احنا لما بنركز في حاجه، يعني مثلا دلوقتي انا في دماغي ان انا هرسم الحاجه دي بالشكل الكذا، او هحط فيها الفانكشن واحد واثنين وثلاثه. خلاص انا لما ببقى في دماغي الفكر ده، خلاص كل تركيزي راح ان انا اعمل الواحد واثنين وثلاثه. وانس ان انا خلصتهم بروح اقول ان انا خلصت. لكن لما انا قاعد مع صاحبي ده وصاحبي ده وصاحبي ده وصاحبي ده وقعدت معاهم واتكلمت معاهم، لا هتلاقي ناس اصلا بتفتح ليك حتت تانية خالص خالص. ف... ف يعني الصراحة لما انت تشتغل لوحدك مختلفة تماما 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 عن انت تشتغل في جروب. لا، تشتغل في جروب احلى بكتير جدا. انا على فكرة اشتغلت في شركة لوحدي، واشتغلت في بقية الشركات مع جروب. لا الموضوع فرق رهيب. فطبعا التيم وركينج ده ضروري جدا. وبيعلمك برضو كوميونيكيشن سكيلز، يعلمك ازاي تتعامل مع زمايلك، ازاي بقى يبقى في بقى حاجه رايحه وجايه ما بينكم، ازاي تبعتوا الحاجات لبعضكم، وازاي يبقى في لانجوج كومن ما بينكم، وازاي بقى تتعلم تتكلم مع بقيه التيمز. يعني لما ربنا ان شاء الله يكرمهم بقى، الشباب اللي بيسمعونا وبيشتغلوا في شركات كبيره وكده، هنلاقوا الموضوع مش معتمد على ان انت ميكانيكال تيم بس. لا، ده انت الميكانيكال تيم بيروح يكلم الالكترونكس تيم، بيروح يكلم البيرشيزنج تيم، بيروح يكلم الامبيدد الالجوريزم تيم، بيروح يكلم كل الدنيا. فازاي بقى هتبدأ تكلم الناس دي كلها؟ لازم يبقى عندك كومن لانجوج كده بين الناس كلها. فلازم يبقى فيه كوميونيكيشن سكيلز كويسه في الحاجات دي.
ولازم حاجه طبعا برضه يا السكيل باشمهندس، بتاعت التيم يعني برضه هي ليها علاقه بجزئيه التيم ورك وازاي بتتواصل مع زميلك. كان في حاجه برضه بحث قريته، فكره ازاي تتواصل مع، كان حد بيتكلم على الجزئيه دي، جزئيه مهمه قوي. هو انا بعرض ماده ديزاين لزميلي ازاي؟ يعني انا مثلا برضه احب اعرف رايك في الجزئيه شبه دي. في حد كان قال انا مثلا ممكن ادولك بشكل تكنيكال دوكيومنتيشن، بعمله لك، مش بدولك، مش بعت لك مثلا الديزاين او ادولك سوليد ورك على الواتساب مثلا، لا هو بيبقى ديزاين، يا اما بعته لك 2 دي، يا اما مثلا بعته لك بشكل تكنيكال دوكيومنتيشن. فيعني ببعته لك في وورد كده وبشرح لك فيه شويه تفاصيل. يعني الحوار ده بيتم ازاي؟ هل فعلا بيها وورد كده ويبقى فيه شويه تفاصيل، ولا الحوار مثلا عن طريق الواتساب، ولا هي بتختلف ازاي القصه دي؟ بص، هو الموضوع ده اولا بيديبند على انت بتبعت الداتا دي لمين. يعني امم. الداتا اللي الشخص ده رايحه له هو تكنيكال ولا نون تكنيكال بيرسون. كل امم. شخص من الاشخاص دي هو هتتخاطب معاه بطريقه ما. فانت اول حاجه لازم تعملها عشان تيجي تبعت داتا لحد، انت تايدنتيفاي مين البيرسونا اللي انت رايح تكلمه ده. هل ده امم. واحد زميلك معاك في التيم يعني، امم. ولا واحد تيم تاني؟ فطبعا خلينا نتكلم على الحاله الاصعب، امم. ان هو ده مش هو واحد مش معاك في التيم، هو واحد مش ميكانيكال ديزاينر اصلا. فطبعا اللي مش ميكانيكال ديزاينر ده هو هيخليك تعمل كل حاجه اكنك بتيجي تشرح الديزاين بتاعك لواحد ما يعرفش اي حاجه في الحياه. تخيل بقى، فانت دلوقتي عايز تبعت مثلا الديزاين بتاعك ده لواحد مثلا، سي مثلا دلوقتي هاردوير انجينير، احنا الاثنين بنعمل في ديزاين. ففي نقطه مثلا هو بيركب بورده في حته عندي، فانا عايز ابعت له الديزاين بتاعه اقول له تمام ولا مش تمام. فلازم بقى بعمل زي فايل كده، ليتس سي مثلا ان هو فايل وورد. لو احنا مثلا الشركه مثلا هنفترض ان الشركه ليها تمبلت في الحاجات دي، فانت بتاخد الفايل ده وتعبيه. طب بتعبيه ازاي؟ بتحط فيه صوره الديزاين بتاعك، وتحط النوتيشنز، يعني الحته دي بتاعت ايه والحته دي بتاعت ايه والحته دي بتاعت ايه، وتحط ايه الريكويرمنت اللي انت عايزها منه، وانت عاوز وانت بتدي للراجل ده ايه الانبوتس اللي معاه، وانت محتاج منه ايه الاوتبوتس بتاعته. لازم تبقى نقط واضحه وصريحه كده. امم. هو بقى الراجل كهاردوير يعني انجينير، ساعات ان هاردوير انجينير بيبقوا عندهم برامج تقدروا يفتحوا بيها الكاد بتاعك. فانت ساعتها بتعرف مثلا ايه الاكستنشنز اللي انت بتحتاجه تعرف تفتح بيه الحاجه، وتبعت له الحاجات دي كلها في ميل. مفيش حاجه اسمها واتساب. امم. يعني واتساب ده ما في حاجه مش دي حاجه بروفيشنال مش خالص بروفيشنال. يعني. انت بتبعت الحاجات عشان دي كلها بالظبط. لا بالظبط. طبعا، امم. انت بتبعت الحاجات دي كلها في ميل، والميل بتاعك وبالميل هو يبدا يخش ياخد الحاجه دي كلها. طبعا بقى في الحتت المور ادفانسد شويه بيبقى في حاجه اسمها بي ال ام. حلو. فالبي ال ام ده هو سيرفر بيبقى عليه كل الفايلات، يعني زي، يعني هو في الاخر الكلاود بتاع الشركه بيبقى عليه كل الفايلات عشان ما فيش اي حاجه تضيع ولا اي حاجه تبوظ. فانت بتيجي ترفع كل الفايلات دي على البي ال ام، وزميلك التاني يروح داخل على البي ال ام ومنزل بيعمل داونلود للحاجات دي. امم. طبعا بقى اه. هو بيبقى في الاخر زميلك التاني ده بيبقى عنده اكسس على حاجات معينه، يا اكسس الفايل الكاد، يا اكسس الدوكيومنتيشن، الحاجات دي كلها.